لكن اليوم جمعنا بعض اللاعبين القدامى نجوم الديربي المعروفين، أحمد جميل، أحمد عيد، محمد شلية ومروان بصاص. جمعناهم في أحاديث ثنائية. نبدأ أولا بأحمد جميل وأحمد عيد، وهم أحد نجوم ديربي جدة. تعود بي الذاكرة إلى عام 1300 على ما أعتقد و86 أو 87. أول مباراة رسمية لعبتها أمام نادي الاتحاد. المباريات السابقة كانت مباريات فيها التنافس وفيها الحضور الجماهيري وفيها التشويق. الهدف من المباريات كان مختلف تماما عن الهدف من مباريات اليوم. الإمتاع وعدم وجود كم هائل من المشاهدة لمباريات كرة القدم، حصر البطولات على بطولة أو بطولتين كان عامل أساسي. نادي الاتحاد سيطر على نتائج كثيرة وأصبح الفارق كبير، 9 مباريات أعتقد لنادي الاتحاد على حسب ما تابعت في بعض الصحف الأمس واليوم. في الوقت الماضي لعبت مباراة الأهلي والاتحاد كأول مباراة وأنا عمري 17 سنة. لم نشاهد في السنين الماضية أن هناك لاعبين في هذا السن يلعبوا في مباراة بحجم هذه المباراة. أتمنى الحضور الجماهيري أيضا يكون حاضر، وأنا متأكد أن الجماهير تسعى إلى الحضور، وأتمنى أيضا أن يكون الحضور متميز ويتحلى بالأخلاقيات الرياضية العالية. طبعا مباراتنا دائما مع الاهلي دائما فيها التنافس، الحماس، الروح، الهزيج، سواء من نادي الاتحاد او نادي الاهلي طبعا يعني. وفي الاخير يعني نبقى احبه، لكن بين النادي لا الديربي هو يختلف، تشوف الطقوس تختلف، الروح يمكن يعني حتى كان التنافس يعني في الاسره، في الاصحاب يعني يختلف اختلاف كلي، تحس يعني الشجاعه، التحدي طبعا كل شيء يصير مشادات يعني. والله دربيات كثيره يعني، منها يعني اقول لك يعني في دربيات يعني ما تنسى يعني في الذاكره. الديربي لعبنا نحن والاهلي والاتحاد وانتهت بركلات الترجيح يعني، رغم انه كان يعني تنافس. برضه في مباراه الكاس اذكرها يعني، لعبنا مباراه اللي اخذنا فيها الكاس والديربي نفسه، ولعبنا على كاس الملك. وطبعا وانطرد لنا لاعب في الدقيقه يعني، كان ربع ساعه وثلث ساعه الشوط الاول يعني. والله شوف بالنسبه للدربيات الاهلي والاتحاد يعني ما لها يعني اي مقاييس للامانه، سواء الاهلي او الاتحاد يعني دائما يعني شوفوا يعني. لو الحين اقول لك الاتحاد يمكن مستوى متواضع، لكن يمكن امام الاهلي يتغير، ونفس الشيء الاهلي الحين يكون مباراه يعني يكون مستوى متواضع ويتغير. فاقول لك يعني ما لها مقياس. فاعتقد هو اللي يعني تمالك اعصابه، يركز، يحاول يعني يكون دائما يعني ما ياخذ كروت، اشياء كثيره تكون عوامل ممكن تكون يعني هي تفوز فريق، كفة فريق عن فريق اخر. حديث الخبراء بالتأكيد هم من أبرز نجوم الأهلي والاتحاد. في أيضا حديث آخر، محمد شلية ومروان بصاص كلاهما يتحدث أيضا عن ديربي جدة. المباراة أفتكرها كانت ضد النادي الأهلي، الكلام ده عام 85، بين 85 تقريبا، وكانت الفترة ديك بين يعني بين 16 سنة وسني، كنت بمثل الناشئين والشباب والفريق الأول. أفتكر إنه كسبوا الأهلي تقريبا 1-0. بالنسبة لأول ديربي لعبته أنا كان في عام 1413 تقريبا، كانت أول مباراة لي في الفريق الأول أمام الاتحاد. والله شوف معظم مباريات الاتحاد والأهلي والاتحاد بيكون لها يعني طعم مميز بصراحة. فمثلا أنا في مباراة لعبتها وكنت لسه برضه في الشباب ديك الأيام، ما أنساها، اللي هي مباراة 4-4 اللي يعني يمكن من ضمنها بتسبب بهدفين فيها من ضربتين زاوية. فدي من الذكريات ما تنسى يعني. والله مباريات الاتحاد والأهلي دائما كانت تكون شيقة وممتعة، فكثير مباريات حلوة صراحة، بس يعني دائما اللي يلصق في الذاكرة مباريات الفوز دائما. طبعا في مباريات خسرناها، فوز وخسارة، في تعادل. طبعا مباريات اللي في الذاكرة على طول النهائي وكاس ولي العهد.
الاهلي والاتحاد 2-1 الاهلي. الآن ممكن يكون نقول اللي هو المنافسة بين الجمهور أكثر من بين اللاعبين، لأنه بين اللاعبين بعد المباراة تلاقيهم يعني مع بعض أصحاب وكذا يعني الاختلاف حيكون أتوقع أنه جماهيريا، يعني جماهيريا أول كان الأهلي والاتحاد حضور جماهيري كثيف، واللي نلاحظ الحين الفترة الأخيرة صارت أعمار المشجعين صارت أقل، يعني أول كان نشوفهم ما شاء الله تبارك الله رجال في الملعب، الحين نشوفهم أغلب السن الشباب اللي طالع. أي شوف أغلب السن الشباب هو اللي طالع. توقعي تعادل، ولكن أتمنى أن نكسب. نجي ننظر للنواحي الفنية، ممكن يكون الأهلي مستقر كتشكيلة، ممكن يكون استقراره أفضل مننا، ولكن الاتحاد يعني فريق كبير وعنده عناصره اللي هم قد المسؤولية، وإن شاء الله نتمنى أهم شيء إنه تطلع المباراة بروح، يعني بروح ترضي الجميع، وتكون مباراة يعني تليق بمسمى الفريقين إن شاء الله. والله شوف انا زي ما قلت لك مباراة الاهلي والاتحاد ما تجي، بس المعطيات اللي بتعطينا من المباريات الاخيره انه الاهلي ان شاء الله يقدم مستوى ويفوز.